السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا هسيح النهارده زبده. انا حطها على نار عاليه الاول وهسيبها لغايه اما تسيح شويه وتفك، وابتدي احطها على نار هاديه عشان ما تتحرقش، وبحاجه تكون واسعه وتحط فيها كميه لانها بتقعد تفور. اهي ابتدت تسيح معايا اهي، عشان انا طبعا مطلعاها من الفريزر تكون متجمده اهي. اما تسيح شويه ابتدي اهدي عليها النار واقلب فيها على طول عشان ما تلسعش مننا وتتحرق. اهي ساحت، مبقاش فيها غير حاجات بسيطه وهتبتدي تغلي. هي كده بقى ابتدي اوطي عليها عشان هي بتقعد تفور وما تتحرقش من تحت، لان كل الابيض اللي فوق ده هو اللي بينزل تحت وبيبقى مرطة لما بتيجي بتفصل الزبدة وتطلع السمنة. اهي شايفين الفتافيت الصغننة قوي دي؟ هي دي اللي بتبقى مرطة. كل الروة اللي فوق دي بتنزل بتبقى مرطة. هقعد اقلب فيها بقى كده لغاية اما تيجي تفصل واوريكم. بصوا بتغلي ازاي من النص. انا كده حطها على عين الصغيره ومهدياها، لان بص هو لبن بيقعد يفور كده. هي هتبطل فوران لما كل اللي فوق دوت هيبتدي ينزل تحت وتفصل وتبقى سمنه. على فكره انا حطيت نص معلقه صغيره ملح عشان مرتتها ما تبقاش عدمه كده، تبقى ملحه سنه، لان احنا بناكلها سندوتشات. هكمل معاها. شايفين الفرق ده في الغليان ده؟ هتبتدي تفصل بقى، ودي كل اللي فوق ده هينزل تحت هيبقى مرطة اهو، وتطلع السمنة بتاعتها. قربت يعني ايه تخلص. شايفين الفرق ده؟ بس فاصل ازاي مع بعضه اهي. شايفينها ولا مش شايفينها؟ هنا مع الغليان ده هي بصي بتتفتح اهي، يبتدي الابيض ده ينزل تحت اللي هو بيبقى مرطة، والسمنة بتبتدي تظهر. وانا بعملها ما بقاش واقفه ليها هي لوحدها، انا ببقى بعمل اكل جنبها، بعمل حاجتي برضو جنبها على البوتاجاز. انا معايا هنا بطاطس اهو، وهعمل كبده بالرد. انا هنا معايا كبده اهو. الكبده دي انا حاطه عليها شويه خل وحاطه عليها ليمونه ومقلباهم مع بعض عشان يصفوا كل اللي فيها. وعندي هنا التوابل بتاعتها، انا هعمل كبده بالرده. التوابل بتاعتها ملح وفلفل وشويه قرفه، معلقه توم صغيره، وعندي شويه شطه اللي حابب يحط شطه، وعندي كمون وكزبره وشويه بهارات. انا هحطهم كلهم هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهعصر عليهم كمان في ليمونه وفي خل اهي. ادي الليمونه وكمان خل. هحطهم على بعض واقلبهم واحط عليهم الكبده واقلبهم مع بعض اهي. ابتدت تفصل خالص اهو، فاضل فوق حاجات بسيطه اهي اهي. وبعدين السمنه بقى ايه تظهر. انا حطيت اهو كل التوابل على بعض والخل والليمون، وادي الكبده بسم الله. وهقلبها واركنها بقى شويه تتبل. الكبده بتتبل بسرعه يعني اهي كده خلاص. بصوا يبقى لونه بامبا كده فاتح، ما تغمقوش اكتر من كده، لان هي طول ما هي قاعده هي بتقعد تغلي مع نفسها السمنه فهيستوي زياده. وكل اللي فوق ده لما بتهدى كله بينزل تحت في قعر الحله مع المرطه اللي تحت اهي. هي كده حلوه قوي اهي، لونها فاتح. وبعد ما تطفوا عليها شيلوها من على العين، لان هي بتقعد تغلي مع نفسها عشان ما تتحرقش. نقولها على عين هاديه بارده، ما كانتش شغاله قبل كده. انا عندي رده اهي ما فيهاش اي حاجه خالص، ومعايا الكبده اهي بسم الله. انا هحطها كده وابدرها كلها بالرده. هخلص البطاطس وهقليها مكان البطاطس بالشكل ده. هنا بقى ابتدي احط الكبده مكان البطاطس بسم الله اهي. هي بتتحمر بسرعه، بتقلي بسرعه بسم الله. هي هتنزل كده على طول
بعد ما تشمع هقلبها الناحيه التانية وخلاص. هي بتطلع على طول يعني، متاخدش وقت. بس حتى هي لونها بص غير ازاي على طول، وهي رقيقه جدا، فهتستوي بسرعه. ده انا والشيف. بصوا بتغلي ازاي. انا بامانه حطيتها بتاع 3-4 دقايق كده على النار، على نار عاليه، عشان انزل كل اللي فوق الوش ده. بصوا بقى بتغلي مع نفسها ازاي. بس هي ما تهدى بقى انا افضيها، عايزه تفضيها ببرطمان تفضيها، عايزه تحطيها في علبه حطيها زي ما انت عايزه حطيها، بس هي الافضل في برطمان ازاز يعني. انا كمان ما عنديش برطمان ازاز، فانا هحطها في العلب ديت وهحطها في التلاجة. ادي السمنه بعد ما سيحتها اهي، ودي المرطه بتاعتها. انا بحفظها في التلاجة على طول. دي المرطه هي اللي طالعه، بص لونها جميل ازاي، هي كده استوت حلو ومش محروقه، ونص المعلقه بتاعه الملح مديها طعم حلو. وعملت وانا واقفه وانا بسيح الزبده، عملت كبده بالرده وبطاطس محمره، وبالهنا والشفا. انا نسيت اقول لكم، السمنه طول ما هي سخنه ما تغطوهاش خالص. يعني لو هي محطوط برطمان، شيلوا الغطا اللي في البرطمان وحط عليها مصفى، حتى لو قعدت طول الليل او طول النهار لغايه تلاقيها اتجمدت. لازم تبرد تماما عشان ما تبصي وتعفن منك. لازم تحط عليها المصفى، تطلع كل البخار اللي فيها ده لغايه لما تلاقيها جمدت وبردت تماما. انا سايباها هنا برضو، انا سايباها كده، بس انا بسيب الغطا موارب كده عشان خاطر ايه، يهويها لغايه ما تبرد خالص. هتلاقي هي جمدت، هو الجو برضو ساقع وكده شتاء، فهتلاقي هي جمدت. لما تجمد خالص وتبرد خالص، عايزه تسيبها بره براحتك، عايزه تحطها في التلاجة حطيها. انا بحطها على نفسي في التلاجة، يعني بسيب علبه بره واشيل علبه في التلاجة. انما في الصيف بقى لا، لازم برضو تحطها في التلاجة، لان التلاجة بتخلي المده بتاعتها اطول. والهنا والشفا.